كيفاش نقدر نتخلص من الاحساس ديال انني ما بقيتش حامل حتى حاجه، حتى من الناس ما بغيتش ندوي معاهم. كنحس بالوحده والحزن بدون سبب. أه، احيانا كنوصل لواحد المرحله في حياتنا كنحسوا فيها اننا ما بقيناش حاملين حتى شي حاجه. يعني ما بغيناش نهضروا مع الناس، وكل شيء كيولي كيبان لينا ثقيل، وكنوليو كنحسوا بالوحده. واخا يكونوا جميع الناس حدانا، وكنحسوا بواحد الحزن بدون سبب واضح. هذا الاحساس هذا راه هو اشاره من الداخل ديالنا، فهمتيني؟ يعني بحال خصنا نوقفوا ونراجعوا راسنا، فهمتي؟ يعني هاد الوحده وهاد الحزن اللي كيجرحونا هي غالبا ماشي فراغ من الناس، لا، ولكن هي فراغ من الداخل ديالنا حنا، فراغ من الطمأنينة. وهنا كيجينا يعني فاش كيقول الله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. راه القلوب، باش نكونوا واقعيين، راه القلوب عمرها ما كترتاح يعني بالناس ولا بالماديات ولا بأي حاجة في الدنيا. راه القلوب كترتاح ملي كتعلق بالخالق ديالها، فهمتيني؟ يعني جرب تعطي وقتك لشي حاجة اللي تكون صادقة، شي حاجة اللي تكون حقيقية. ركعة بخشوع، دعاء من القلب، قراءة صفحة قرآن، ويكون قلبك حاضر، فهمتيني؟ راه هاد اللحظات راه هي اللي كتداوي الجروح، وكتداوي يعني اي جروح اللي غادي يكون صعيب ان البشر هو اللي يقدر يداويها. وديما الدين ديالنا كيفكرنا بواحد الحقيقة ديال ان الابتلاءات واخا يكونوا على شكل حزن، سواء حزن داخلي ولا كيف ما بغى يكون هذا الحزن هذا، سواء يكون بسبب او لا بدون سبب، راه ممكن يعني هاد الابتلاءات هادو يكونوا رفع درجات وتكفير على الذنوب اللي كنديروا وكنساوهم ما كنتوبوش منهم. والله سبحانه وتعالى يعني راه عرفنا اننا ضعاف، داكشي علاش راه عمره ما غادي يضيع يعني هاد الدموع اللي كنبكيوها وحنا بوحدنا. حتى واحد ما كيكون عارف هادشي من غير الله سبحانه وتعالى. يعني مزيان ان الانسان يرجع للخالق احسن من انه يعني يستعن بالناس، فهمتي؟ ما نخليش يعني القيمه ديالنا تكون مربوطه يعني بالرضا ديال الناس ولا بكلامهم، فهمتيني؟ خاص تكون القيمه ديالنا جايه من علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى، ومع الرضا اللي كيكون في القلب ديالنا من اللي كنقولوا اللهم اني راض بما قسمت لي، فهمتي؟ يمكن الانسان انه يحس براسو ضعيف، ولكن ثقي بيا راه كل مره يعني الانسان كيتقرب من الله سبحانه وتعالى كيزيد انه يولي قوي. غير حنا الله يسمح لنا يعني قليل فاش كنتقربوا من الله، ويا ربي تسمح لنا على تقصيرنا. ويعني وخصك تعرفي ان الحزن ديالك راه يعني مجرد ضيف وغادي يمشي في حاله.